مصر النهارده في التلفزيون المصري ان انا اتكلم عن امي، وبعدين يتكلم كانوا زملائي الاستاذ خيري رمضان والاستاذه منى الشرقاوي والاستاذ تامر امين. يعني نبدا كده ورا بعض، يعني انا ابدا وبعدين خيري وبعدين كل واحد فينا يسلم للتاني. وبعدين اتكلمت، هتكلم تاني بقى مش عارف هقول نفس الكلام ولا يعني هيطلع بنفس الاحساس، ولا لانهم كانوا مديني 4-5 دقايق كلمت اكتر من 16 دقيقه. يعني مش هعيد الكلام، يعني معانا الايام ان شاء الله اللي جايه ممكن نتكلم فيها عن الام كتير، بس يعني انا بس عايز اقول لكل واحد امه جنبه. انا عندي 61 سنه. امي سابتني ومشيت وانا عندي 45 سنه، يعني عشت معاها 45 سنه. بيني وبينها كتير من التفاصيل، لانه انا كنت الولد الاصغر. احنا كنا محمد ده ظابط، محمد متولي ربنا يديله الصحه، وبعدين هو اسمه متولي عشان جدي اسمه متولي، فهو اسمه لوحده محمد متولي، وانا ابويا لوحده اسمه محمد سعد بدري لوحده. يعني ابويا لوحده اسمه محمد سعد بدري. اتولد في المولد كانت ست شديده فقالت نسميه محمد، فكان ابوه ظن عمده وبتاع حاجه زي كده، فقال لا ده سعد. راح الكبير في البيت قال لا ده بدر، فراح مسمينه محمد سعد بدر. فبقى اسمي في البطاقه وكل حاجه غلط، لان انا محمد سعد كفايه، ده بقى مش ثلاثي فيعني محمد اخويا الكبير ظابط، اخويا الاصغر منه احمد الله يرحمه ظابط، اختي متزوجه من ظابط برضه الله يرحمه عبد الرؤوف، وبعدين انا. بعدين لما بدات اشب شويه كده في اواخر الستينات، اخواتي بقى مشيوا لانهم ظباط. اخويا الكبير تخرج وراح اسوان، اخويا التاني كان لسه بيتخرج وكانت ايام حرب الاستنزاف، فكانوا عملوا حاجه في الكليه الحربيه ودوها السودان. فبقوا اخواتي مش موجودين، وبقيت انا تقريبا مش راجل البيت طبعا، بس انا اللي بتشاور مع امي في كل ما يتعلق بامورنا الحياتيه والماديه وبتاع، بالاضافه لاختي طبعا موني موجوده معانا. لكن مثلا رحنا محاكم ورحنا بتاع، امي مشوار كفاح زي كل ام مصريه على فكره، مش متميزه في حاجه غير انها امي. يعني هي امي انا، فطبعا تبقى متميزه عن كل الامهات، يعني مع كل التقدير لكل الامهات والمحبه، لكنها امي اللي كنت اقعد الصبح نشرب القهوه سوا من بدري خالص، من وانا في اولى ثانوي، وستي الله يرحمها ماما فاطمه، ونقعد نشرب القهوه ونتكلم، واحلام وطموحات واحباطات ومشاكل لكن هي جوزها سبوي عندها 27 سنه وساب لها 4 عيال، اشتغلت عليهم جامد، عملت فينا مجهود جبار. يعني يمكن بكره اركز اكتر واحكي لكم اكتر، بس يعني انا عايز اقول لكم بس النهارده عباره واحده، عشان انا مش بس ندمان عليها، يعني بتاملها بعمق. وانا كنت قلتها المره اللي فاتت، هي انه انا امي سابت لي شقتها الكبيره اللي في العماره بتاعت الحاج عبد المنعم طهير الله يرحمه، وخدت شقه تحت صغيره اوضتين وصاله، وسابت لي الشقه اللي هي 4 اوض بحمامين بمطبخ بتاع عشان اتجوز فيها. فقاعده تحتي، هي تحب بيتها بس تخاف تنام لوحدها، فيا اما انزل انا ومراتي ننام عندها، يا اما هي تطلع الساعه 6 الصبح تسمع الباب بيتقفل، تنزل شقتها. هي مزاجها تقعد في شقتها، وده راي مهم على فكره. اوعى تقول لامك تعالي اقعدي عندي، اوعى تقول لامك تعالي اقعدي عندي، انت تخدمها مطرح ما هي عايزه. اوعى تقول لها تعالي، لا، ما تخليهاش تسيب بيتها وعزوتها والمملكه بتاعتها وتقول لها تعالي، تستنى بقى الست مراتك ربنا يديها الصحه لما تطبخ لها وتقدم لها الاكل بارد والاكل سخن وتبقى قايمه مكسوفه. يعني ارجوك، انا بقول لك ده درس مستفاد. تاني بقى انه انا شاب بقى بس بشتغل، نازل هي تحتي، صباح الخير يا ماما ازيك مش عارف ايه بتاع، شربنا القهوه الصبح بدري، شربنا ما شربناش اقعد شويه وادي عندي شغل، ارجع الظهر عندي شغل، اودي البنت النادي. فاقوم مره صليت قالت تعالى هنا، انت بقول لك اقعد معايا ما بترضاش تقعد. في يوم
هتدور عليا مش هتلاقيني. وجه اليوم ده يعني انا اعمل فاصل.